بعد أيام من تلقي العلاج، وفاة الطفلة الخامسة من أسرة دير مواس بالمنيا. اللغز اللي حير الجميع، محدش عارف ايه السبب أو حتى ايه اسم المرض اللي تسبب في كده. توفيت منذ قليل الطفلة رحمة 12 سنة، خامس ضحايا واقعة وفاة الأشقاء بإحدى قرى مركز دير مواس جنوب محافظة المنيا داخل المستشفى بعد أيام من تلقيها الرعاية الطبية إثر إصابتها بأعراض مرضية غامضة مماثلة لما تعرض له أشقائها الأربعة. وتم نقل جثمان الطفلة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق تمهيدا لعرضه على الطب الشرعي واستكمال الإجراءات القانونية. يا ترى هل ده مرض غامض، ولا فيه لغز، ولا فيه حاجة تناولوها هؤلاء الأطفال، ولا فيه حاجة جنائية، ولا إيه الموضوع؟ ده اللي هيبان بإذن الله. كما أصدرت النيابة العامة بمركز دير مواس وصرحت بدفن جثمان الطفل الرابع الذي توفي متأثرا بوفاة أشقائه الثلاثة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد الانتهاء من الأعمال للصفة التشريحية التي أجراها الطبيب الشرعي. وكشف مصدر طبي أن نتائج تحليل عينات شقيقتي الأطفال الأربعة المتوفين ستصدر غدا بعد سحب العينات وإرسالها إلى المعمل المختص. وأضاف المصدر أنه تم إرسال فريق وقائي إلى منزل الأسرة لفحص الوضع البيئي في المنزل، مشيرا إلى أن المعطيات السريرية تنفي تعرضهم للإصابة بمرض الالتهاب السحائي، خاصة أنهم يحصلون على التطعيمات بشكل منتظم. وأوضح المصدر أن العينة التي سحبت من الطفل الرابع المتوفي جاءت سلبية، مما يعني عدم وجود أعراض تدل على الإصابة بالالتهاب السحائي أو أي عدوى بكتيرية معروفة. وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوفاة 3 أشقاء وإصابة 3 آخرين. على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة ريم نون 10 سنوات وعمر نون 7 سنوات ومحمد نون 11 سنة، بينما تعرض شقيقهم الرابع أحمد نون 5 سنوات للإصابة وتوفي لاحقا بعد ساعات من دفنهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. كما تم نقل 2 من الأشقاء إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة واختارت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويصبر أهلهم، اللهم آمين.